اهلا بكل محبي الكرة الافريقية اللي تابعونا في كل مكان. النهارده معاكم احمد وسلمى والحديث عن اهم المواهب الناشئة في افريقيا، واللي متوقعين لهم ان هم يتنقلوا نقلة كبيرة قوي الفترة اللي جاية. ليه احنا بقى بنتكلم عن الموضوع ده؟ عشان احنا كنا بنحضر على حلقة الاسبوع الجاي، وطبعا تابعونا وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات وتقولوا لنا في الكومنتات لو بيجي لكم تنبيهات، عشان كذا حد قال لنا ان مش بيجي لهم. بس المهم كنا بنحضر الحلقة اللي هي هتتكلم عن مركز واحد كل فريق في البريمير ليج محتاجه، فكنا بنبص على الاوبشنز لقينا كتير منهم من افريقيا وما سمعناش عنهم قوي، في شويه سمعنا عنهم شويه بس مش قوي. فقلنا طب ما نعمل حلقه عن اللعيبه الافريقيه اللي هتلعب في كاس الامم، اللي السكاوتس عينهم عليهم، صح. يعني مين احنا متوقعين له يبرز وممكن تكونوا انتم ما سمعتوش عنه. فانا واحمد جمعنا لكم اللعيبه دي، ركزوا بقى معاهم في كاس افريقيا ونشوف بقى مستقبلهم هيبقى كما توقعنا ولا لا. قبل ما نبدا كالعاده لازم نفكركم بالدعاء لاخواتنا في فلسطين. طبعا بنفكركم بكل الطرق اللي تقدروا تساعدوا بيها، سواء بالنشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لو تقدر تتبرع يبقى افضل وافضل، لو ما تقدرش يبقى اكيد بالدعاء، ده افضل حاجه تقدر تعملها دلوقتي لاهلنا في فلسطين، وربنا ينصرهم سواء في فلسطين، في السودان، في اليمن، في كل مكان ان شاء الله يا رب. طيب قبل ما نخش في الحلقه كده، الجدير بالذكر ان احنا مش هنتكلم عن اللعيبه المعروفه، مش هنتكلم على صلاح ومحرز واوسمن، ولا حتى عن قدوس وادينجرا والناس اللي احنا شفناهم خلاص خدوا او انتقلوا الفرق تعتبر نوعا ما كبيره او على الاقل في دوريات كبيره. هنتكلم اكتر على اللعيبه فعلا مش معروفه قوي، ممكن منهم شويه معروفين سن الناس اللي متابعه كوره قوي، غير كده هتلاقي لعيبه كلها اول مره تسمع عنها، او لعيبه انا لسه اتوقع لهم ان هم ينفجروا ان شاء الله. دي حلقه للكرويه الدحيحه. هنبدا بباتسون داكا اللي كان بيتفرج على الدوري الانجليزي او بيلعب فانتسي الموسم اللي فات، طبعا هيكون عارفه من ليستر. السبب ان احنا بنجيب سيرته ان هو كان المفروض ينتقل الى بورنموث، ولغايه اخر يوم تقريبا في الترانسفير ويندو في الاخر الانتقال باظ، بس في كلام عليه تاني وبورنموث لسه عايزينه. هو اصلا ما كانش بيلعب في ليستر خالص، صح، لغايه من شهر تقريبا. هو فاردي كان كده الراجل كان فورمه جباره، فاردي اتصاب برده، كان في ايناتشو هو كمان برده، فطبعا كان صعب قوي ياخد دقايق. فاردي اتصاب، لعب الراجل لعب 7 ماتشات، جاب 4 تجوان واسيستين، هو فاوريك ان اثبت الراجل نفسه في اخر كويس. شهر بالظبط. هي بقى الفكره ان داكا كان عنده مشكله في الدوري الانجليزي، وانا مش حاسه ان المشكله دي اتحلت قوي. ان هو بيحب المساحات، هو لما ما بيكونش عنده المساحات دي مش بنعرف نشوف داكا قوي. فانا متوقعه له ان في كاس الامم الافريقيه ممكن يعمل حاجه، صح. ممكن فرق كتير تديله المساحات دي فيعرف يلعب، بالذات ان هو بيلعب لزامبيا فممكن يبقى في كاونتر اتاكس اكتر، فممكن نشوف المساحات دي. فمتوقع له هيروح بورنموث، ممكن يفرق معاهم ولا ايه النظام؟ ممكن يفرق، خصوصا ان في كلام كتير ان فرق كتير عايزه سولانكي، مش هيروح. يعني ممكن يلعب جنبه، يلعب يبقى بديله، لو سولانكي مشي يبقى هو البديل بتاعه، ممكن يبقى اوبشن حلو. اخوه برضه في زامبيا عمنا لامك باندا، الراجل بيلعب في ليتش في الدوري الايطالي، وينج شمال كويس جدا، دريبلينج، وكمان هو وينجر عصري، الوينجر اللي بيعرف يدافع، ودي بقت ميزه لازم تكون في معظم الوينجرات اللي بتشوفهم عشان يتالقوا ويطلعوا يروحوا دوري اجمد، يكون بيعرف يهاجم ويدافع في نفس الوقت. الراجل برضه ارقامه حلوه جدا الهجوميه، في 13 ماتش جايب جونين واربع اسيستات، والراجل عنده 22 سنه، فطبعا موهبه شكلها ناشئه جميله، خليكم متابعينها. نروح بعد كده للعين كلها عليه وكل الناس بتتكلم عنه، وهو جراسي طبعا، اللي ما فيش غير هاري كين جايب اجوان اكتر منه في البوندسليجا، مع انه اتصاب وقعد شويه ما بيلعبش. طبعا هدي شويه بعد ما رجع من الاصابه، كان مولع الدنيا قوي في اول كام شهر من الدوري، بس العين عليه من ويست هام، من يونايتد، من ارسنال، اي حد عايز سترايكر بيبص عليه. ليه تشيلسي بقى؟ يعني يا ريت نسمع الكلام. ليه بقى؟ عشان الريليس كلاس بتاعه اقل من 20 مليون يورو في يناير، فهو لقطة لقطه بالظبط. طب الراجل مبدئيا في الدوري الالماني جايب 17 جون، ده مثلا بوني فيس اللي كان مكسر الدنيا جايب 10، فانت فاهم انا بكلمك في ايه. الراجل الاكس جي بتاعه كل ماتش 0.94 تقريبا جون كل ماتش، ده رقم عالي جدا. هو المهاجم بتاعك التقليدي، يعني مش هيسقط عشان يخلق فرص زي هاري كين، بس هيكون فوكس ان ذا بوكس عندك لو انت محتاج واحد زيه، وبتهيألي ارسنال مثلا محتاجين حد زي كده. وبيلعب بالطريقتين، يعني بيلعب ان هو فوكس ان ذا بوكس زي ما انت بتقولي، وبرده بيقدر يجمع اللعب ويمشي اللعب مع الفريق، فهو برده زي ما بتقول لك هو مهاجم عصري. هو عنده 27 سنه، مش اصغر حاجه، بس صح. لسه طبعا كمهاجم عنده شويه سنين يديها، فاوبشن حلوه قوي زي ما قلنا، الريليس كلوز تحفه، فالعين كلها عليه. ده بالنسبه لي بديل توني، لو انت عايز حد زي توني بس مش ب 100 مليون، تجيب واحد ب 20 مليون، نفس السن ونفس الفكره بالظبط، فنفس عارف ايه، لاعبين شبه بعض قوي، بس واحد رخيص وواحد غالي. نروح بعد كده للعيب سنغال اللي من اكتر الفرق اللي متوقع لها انها تفوز بالبطوله وتسترد، اسمها ايه، تسترد تحافظ على اللقب، تحافظ على اللقب، وهو لامين كامارا اللي بيلعب في ماتس.
لعيب نص ملعب سي ام زي ما بيسموه، بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم، عنده 20 سنه، اخد احسن لعيب ناشئ السنه اللي فاتت في افريقيا كلها. الراجل ده في ميتس معاه ضربات الثابته مثلا هو اللي ماسكها، محدش بيلعبها غيره، قران الفاولات بتاع الراجل ده في السن ده بصراحه بيقدم عظمه. وبيقارنوه بجيمس وورد براوس وديفيد باكم. نفس هو الفكرة. نفسه بيقول ان هو ادريس اجانا جاي هو مثله الاعلى في الكوره، وهو بوكس تو بوكس ميدفيلدر هايل يعني، اوبشن حلو جدا وهيفرق قوي مع السنغال. طبعا احنا محضرين للحلقه قبل ماتش السنغال، وبعد ما حضرنا الحلقه جاب جونين فحرق شويه اللي احنا كنا بنحاول نفاجئكم بيه، بس ده يثبت لكم مع انه في ماتس ما كانش جايب جوان كتير جاب قوي، جون تقريبا او جونين بس بالكتير جون واسيست او مبهر جونين، يعني جون من نص، جون من نص ملعبه هو، فحاجه فعلا عشان كده زي ما بتقول لك زي ديفيد بيكهام ده، بس يعني ايه مع فرق الشكل شويه، لكن الراجل نفس الرجل بسم الله ما شاء الله. نروح بعد كده للعيب غانا اللي معانا طبعا في المجموعه، وهو ارنست نواما. عنده 20 سنه، طالع من رايت تو دريم اكاديمي اللي مطلعه بقى ادنجرا ومطلعه قدوس، عملوا لي فولو على انستجرام هتلاقوني اتكلمت عنها عشان الاكاديميه دي عندها فرع في مصر، صح. فهي مطلعه لعيبه جامده قوي، طبعا دي حاجه حلوه قوي للعيبه المصريه نفسها تحترف بره. بيشتغل مع السيان، هو دلوقتي في ليون اللي هم بيعافروا شويه يعني، وهو ما بداش الماتش. طبعا غانا عندهم مهاجمين كتير قوي، عندهم اصلا اناكي ويليامز ما بداش، انا كنت فاكراها هيلعب عشان سليمانه مصاب بس ما لعبش. قدوس كمان مصاب ما لعبش برضه، فكان المفروض يبدا بس ما بداش وهم خسروا الماتش، فيعني جاي نشوفوا اكتر الماتشات اللي جايه. نروح للعيب اللي بعد كده وهو دانجو اوتارا. اللعيب ده بيلعب في بورموث دلوقتي، فاللي يعني حريته الدوري الانجليزي المفروض يكونوا سمعوا عن الاسم ده. لعيب وينجر بيلعب رجلين الاثنين، بيجري كتير جدا رايح جاي في الملعب، لسه ما خدش دقايق قوي مع بورموث، لكن الراجل 21 سنه. هنشوف البطوله دي مع بوركينا فاسو ان شاء الله، مع كابوري برضو مع اللي بيلعب كابوري في الدوري بالظبط. الراجل السنه اللي قبليها شفناه بيلعب اكتر مع الاورينت، جايب في ال 18 ماتش 6 جوان و5 اسيستات، فده رقم حلو جدا. احلى حاجه في اوتارا ان هو ممكن يلعب لك في اي حته، ستايل اللعيبه اللي بقى بيحبها ارتيتا وجوارديولا. طبعا مش هيروح لارسنال وسيتي يعني، بس قصدي انه لاعب ليفت باك ضد نوتنغهام فورست، بيعرف يلعب بالرجلتين اول اكشن كده، اللي هو تلاقيه في الملعب كله لمسات كتير قوي حتى لما بينزل احتياطي، فعنا على اوتارا. نروح بعد كده ليانكوبا مينتي. القتلة بتوع الدوري الانجليزي هيعرفوا ان هو عنده 19 سنة وبيلعب لنيوكاسل، بس هو مش بيلعب لنيوكاسل عشان هو دلوقتي في اعارة في فاينورد. لعيب بجد يعني، من سنتين كان بيلعب كرة شوارع، كان بيلعب بسم الله ما ستريت شاء الله. فوتبول، وسبحان الله بصوا بقى دلوقتي بقى فين. بيوصفوه بان هو اسرع لعيب والكرة في رجله، فدي برضو حاجة تحسسك قد ايه هو متعة للفرجة يعني. لو اتفرجنا عليه هيبقى حلو قوي مع جامبيا. الراجل يعني مش احسن باسير للكوره، هو بيعرف يجري بيه. تخيل كده دانيال جيمس في مخك، سريع جدا بس مش هتلاقيه ايه اللعيب الكرييتيف او اللعيب اللي هتلاقيه بيعمل لك باصه سحريه مثلا فجاه. الراجل في 12 ماتش جاب 3 جوان واسيستين مع فاينورد، في ارقام مش وحشه الوينجر، بس ايه تفهم منها اللعيب الدماغ عامله ازاي. هو مشكلته وكل الناس بتتفق على كده، وهو اصلا حتى نيوكاسل فكروا ان هم يرجعوه من اللون بسبب الاصابات اللي عندهم، بس هو اللعيب فعلا را قوي زي ما بيقولوا، اللي هو ني زي داروين نونيز كده اول ما جه كده. هو فعلا قراراته في الجزء الاخير من الملعب مش احسن حاجه، الفينشنج بتاعه لسه محتاج شغل، فهو نيوكاسل بتهيألي صرفوا نظر وقالوا يكمل في فاينورد يبني نفسه كده وبعدين هو لسه يرجع 19 لنا. سنه، فاكيد هيقدر بالظبط. يحسن من الفينش بتاعه ويحسن من الباسات بتاعته كمان. نروح على اللعيب اللي بعد كده برضه من بوركينا فاسو، وهو ادموند تابسوبا. لعيبه بلاي ستيشن اكيد عارفه الاسم ده كويس قوي. لا والعين عليك، كان هيروح سبيرز في الترانسفير ويندو بتاع الصيف يعني، وفي الاخر اختلفوا على السعر. لسه عايزينه لغايه دلوقتي، في كذا فريق بيتكلم عليه في الدوري أرسنال الانجليزي. الراجل عنده برضه. 24 سنه، بيلعب هو مدافع حريف قوي يا جماعه. هو مش اقوى مدافع ومش اكتر مدافع بتاع التحامات، لكن هو يطلع لك بالكوره كويس قوي، سواء بباصه يكسر بيها البريسنج اللي عليك، سواء ياخدها هو ويجري بيها تيك اون زي ما بيسموها. الراجل بجد بالطلوع بالكوره واللعب الكوره عامه، لكن لعيب كوره كويس قوي في سنتر باك، و24 سنه اعتقد ده هيبقى العين عليه كتير قوي الفتره اللي جايه. وبيلعب بالرجلتين وهادي كده على الملعب، والكت التمريرات بتاعته هايله زي ما انت صح. كنت لسه بتقول يعني. تنهاج بقى يموت في واحد زي ده طبعا. يعني لو كان معاه فلوس. خش بقى على ابننا عمر مرموش، 24 سنه. الراجل مكسر الدنيا في الدوري الالماني اللي اختار السنه دي. يمثل مصر عن كندا بالظبط كده يعني. اتمنى نشوفه اكتر مع منتخب مصر، بيشارك اكتر. انا عارف ان تريزيجيه لعيب جامد جدا كلنا بنحبه، بس عايزين نشوف مرموش اكتر. يمكن يعني يحاول فيتوريو يغير شويه من نفسه، عشان برضه الاداء كان وحش جدا في الماتش اللي فات، فبالتاكيد مرموش هيكون ليه دور مهم جدا في البطوله دي. هو كمان بيسقط عشان يساعد تريزيجيه، برضو بيعمل كده يعني عشان الحق يتقال، بس بيعرف يكسر الخطوط
بيعرف ينزل يستلم الكرة من الدفاع ويطلع بالهجمة كويس جدا، فلعيب برضو يديك حرية ان انت مش لازم اطلع بالكرة واحدة واحدة، لا ممكن واحد ينزل لي من قدام يكسر الدفاعات على طول او البريسنج اللي جاي عليك. وذكي كمان هيعرف يحل لك لما يقفلوا عليك كده، الدريبلينج بتاعه هيعرف يخليه يعدي، فان شاء الله نشوفه كده اكتر في البطوله. وانا بحبه عشان جريء يعني. أيوة. هو مش بيخاف، هو ما عندوش مشكله ياخد واحد واثنين ويحاول ويقع ويقوم. انا بحب اللعيبه دي، ما بحبش اللعيب اللي هو ايه هات الكوره رجعها على اخويا تاني ايه اللي جدها لي. هو ما بحبش اللعيبه دي بجد، بكرههم. فيعني مش عايز اقول هم مين بقى اللي بيتعملوا كده، ده اكيد انتوا عارفينهم كلكم يعني، بس انا بحب اللعيب الشجاع. نروح بقى الدياموندي اللي برضه نوادي كتير من البريمير ليج عينهم عليه، زي ليفربول، زي نيوكاسل، زي تشيلسي، وهو عنده 20 سنه بس، فحلو قوي بالنسبه لسنتر باك. هو بس مش شرط يكون اساسي يعني في كوت ديفوار، عشان طبعا بولي بيلعب، وبالتالي بولي هو الاساسي دلوقتي. بس هو لعيب ذكي قوي وسريع، وصعب قوي انك تعرف تعديه دريبل يعني ضده، كويس قوي في السماء او في الهواء يعني، في السماء اوكي. في الالتحامات الهوائيه. فالعين عليه شويه لو حد عايز يجيب حد اصغر، بس مش يعني، يا رب نشوفه بس في البطوله عشان نعرف نعمل سكاوتنج احسن. نروح بقى لسنتر باك تاني وهو اوديلون كوسونو. الراجل عنده 23 سنه، ابتدى يلعب السنه دي مع تشابي الونسو في باير ليفركوزن، ابتدى يندمج جدا في خطه الثلاثه ورا. هو ما بيلعبش كل الماتشات بس بيلعب كتير جدا، من اكتر اللعيبه اللي بتلعب يعني، فبيشارك نوعا ما بشكل اساسي. الراجل 191 سم، هجمه بنت لذينه يعني، بسم الله ما شاء الله. تاني اكتر واحد في الالتحامات في فريق باير ليفركوزن كله، تالت اكتر واحد تطليع كوره من ال 18 او زي ما بيسموها الكليرنسز. بيعرف يطلع بالكوره برجله بان هو يجري بيها كويس جدا، تقريبا بيعملها مرتين على الاقل في كل ماتش في 90 دقيقه. فارقامه الدفاعيه حلوه جدا وموهبه طالعه بشكل قوي جدا، وهنشوف البطوله دي ان شاء الله مع كوت ديفوار. ونروح بقى للي جنب تابسوبا على طول في بوركينا فاسو، وهو ادامو ناجالو. عنده 21 سنة، كان ميد فيلدر، عنده خبرات الباسنج وباسير كويس قوي، وكمان بيعرف يوزع الكورة كويس. هو برضو طالع من رايت تو دريم، وبرايتن عينهم عليه، فاحنا دايما بنثق في اللي برايتن عينهم عليه ده اساسي. بالظبط. نروح لواحد طالع من ريد بول سالزبورج اللي برضو بنثق في تطلعاتهم، هالاند وماني طبعا ابرز الاسماء اللي طالعه منهم، وهو كريم كوناتي اللي بيلعب في كوت ديفوار. هو من احسن الهدافين في الدوري النمساوي، بيعرف يلعب في اي مكان في خط الهجوم، لعيب ذكي، بيعرف يروح تمركزاته كويسه قوي. وحاجه كبيره قوي تتقال ان هو المدرب اختاره على زاها وكورنيه، يعني ان زاها ما اتاخدش اصلا وكورنيه ما اتاخدش، وهو اتاخد وهو لعيب صغير، فيثبت لك ان كريم كوناتي ده نحط عيننا عليه. واخر اتنين معانا وهم الاتنين بيلعبوا في المغرب، اللي هو سكواد جبار، فما بيبقاش في مكان قوي للعيبه الصغيره. بس بلال الخنوس مثلا كان عنده 18 سنه ولعب في كاس العالم، يعني هو لعيب هايل، بيلعب في جانك، ممكن يلعب يسقط جوه يعني في نص الملعب، وممكن يلعب نمره 10. لعيب كرييتيف جدا، ذكي جدا، تمركزاته كويسه جدا، الباصات بتاعته حلوه قوي، فممكن يخلق لك كده فرص في الماتشات الصعبه. والتاني هو اسماعيل سيباري، راجل برضو حريف جدا، مهاري جدا، دريبلينج جدا. الفريش عنده مش افضل حاجه، بس اكيد هو لسه صغير فهيتطور كتير جدا الفتره اللي جايه. نتمنى نشوفه في البطوله دي ان شاء الله مع المغرب. دي كده كانت كل اللعيبه اللي احنا متوقعين لها ان هي تتالق في افريقيا 2024. يا رب يعني يطلع كلامنا بحق مع ناس كتيره منهم، ونشوف بطوله فعلا مش كويسه. مش شرط يتالقوا في البطوله دي، عشان ممكن بعديها ممكن ما ياخدوش فرص، بس ممكن صح. بعدها ياخدوا بقى النقله. طبعا السكاوترز لما بيتفرجوا على فيديوهاتنا انت عارف بقى بيركزوا مع الناس طبعا يعني انت تقولي لي ده احنا يا نهار ابيض. برضه نحب نعتذر عن اي لعيب قلنا اسمه غلط، عشان اكيد قلنا اسماء ناس كتير منهم غلط لسه ما سمعناش المعلقين بيتكلموا عنهم قوي، فحاولنا على قد ما نقدر نقول احنا عارفين نقراه من الاخر. وطبعا معظم اللعيبه دي احنا ما عرفناش نتفرج عليهم كل يوم طبعا، صح. زي ما انتم عارفين احنا بنركز في الدوري الانجليزي، بس حاولنا نستخدم كل الاحصائيات، نتفرج كده على كليبس ليهم عشان نعرف نقول لكم الحلقه دي. فقولوا لنا طبعا ايه رايكم في الحلقات المختلفه اللي بنحاول نعملها كده كل فتره. ده كنت عايز اقول احنا هنحاول نعمل حلقات مختلفه، لو انتوا عاجباكم الافكار اللي بنطلعها ونتكلم اكتر عن كاس افريقيا بطريقه تانية، مش هنتكلم بقى عن ماتش مصر وماتش مش عارف مين ضد مين، لا هنتكلم عن حاجات مختلفه شويه في البطوله. قولوا لنا. واخيرا ما تنساش تعمل لايك. لا ثانيه، طلب شخصي طلب شخصي بجد، خشوا اتفرجوا على التحدي اللي لسه منزلينه، ما عليهوش فيوز خالص خالص خالص، بس هو بجد تحدي حلو قوي والاسئله كانت صعبه قوي. فقولوا لنا رايكم عشان نكمل لكم، نعمل لكم تحديات. واخيرا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تفعل الجرس تبعك الحلقات اول ما ننزلها. نشوفك على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.